اللي يعرف يخيط بس وما يعرفش باترون هيشتبه عليه الاتنين فساتين دول، يفتكر ان الاتنين واحد. واصلا واضح جدا الفستان الاصفر ده معمول بباترون تقسيم، والفستان الازرق معمول باترون البيزك. المشترك بس ما بين الفستانين الفلونات اللي فيهم، بس كل فلونة ليها طريقة تنفيذ مختلفة عشان الباترون مختلف. الفستان ده معمول من باترون التقسيم، انا بس هلزقه على ورق زبدة وابتدي شغل معكم على طول، اوريكم الفلونة بتتعمل ازاي. انا هبتدي اظبط الفلونة بدايتها من الزاوية دي. انا عايزة اعرف هي هتوصل لغاية اي ارتفاع. واضح جدا من الدرس اللي انا قاعدة بنفذه ده ارتفاع الفلونة بيبدأ منين. بداية الفلونة اعلى من النقطة اللي بتنفصل عندها البنسات، فلازم ابتدي من الناحية اللي الزاوية فيها حد اكتر، وبعد كده ابتدي اشوف انا هفتح ازاي. هنا الزاوية اتعملت، بس انا دلوقتي عايزة اعرف هوصل لفين، يعني هفتح لغاية فين. هو ده اللي انا قاعدة بشوفه دلوقتي عشان انفذ الدرس بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي زي ما المانيكان لابساها. لازم اشوف فين البنسة هتنفصل، وبعد كده اعلى شوية وابتدي الزاوية، وبعد كده اقص لغاية تحت، افتح البنسة لغاية نهاية الفستان. بس كده صح، كده اتعملت مظبوط. بس طبعا لسه ما خلصناش شغلنا لان لسه في زيادات هزودها على الباترون. هي البنسة فعلا هي ده قياسها مظبوط. اوكي، لاحظوا بقى هنا ان الفلونة مفصولة في الدرس ده، متخيطة، مفصولة ومتخيطة، وده واضح من الخياطات طبعا اللي في الدرس. انا لازم اخد القياس بتاع الفلونة، اشفه، احط الباترونات جنب بعضيها واشفه وازود عليه 1 سنتيمتر، واقص على كده واركب الفلونة. طبعا انا بحاول اختصر واقص بالمسطرة، بس الرطوبة، ورق الزبدة بياخد رطوبة زيه زي اي ورق عادي. بس البايخ بصراحة في ورق الزبدة، وحصلت معايا قبل كده لما ابقى عاملة حاجة واجي اقصها بالمسطرة وهي فيها رطوبة ممكن تبوظلي شغلي. لازم تكونوا حريصين جدا وانتوا بتعملوا ده. دلوقتي اهو الشغل خلصان، بس لسه في حاجات تانية هنزودها على الباترون علشان في زيادات دلوقتي في المثلث غير مرغوب فيها. اوريها لكم. لما نرتب الباترون مع بعضي اهو في زيادات لازم تتظبط من تحت، ده بالريجة، وده كمان محتاج تظبيط. انا هنا ظبطت الباترون من تحت، يعني عملت الكيرفز بالريجة، بس خدوا بالكم من اللي انا حاطه لكم عليه علامات دلوقتي. الجزء ده من الباترون لازم احط له زيادة، حتى لو طبعا في القياس الصغير اللي انا بشتغله ده زودت حاجة بسيطة نص سنتيمتر كده، عشان لما اجي اقص واخيط ما بقاش بقص وبخيط على الهوا. عموما ده بيروح في الخياطة، ما بيبوظش الفكرة بتاعت الدرس، ما بيأثرش على الخياطة لاني زودته وعملت له كيرف، دخلته في الخط المستقيم ده بالريجة، فبيروح في الخياطة. وكمان انا ممكن افتح الفلونة اكتر من كده في الجزء اللي انتوا شايفينه ده، ممكن اقرب جدا من خياطة الجنب.
خط الجنب زي ما انتوا شايفين برضو إذا فكرة الديزاين بتقول كده. هنا بقى الدرس الأزرق ده معمول بالباترون البيزك الفلات، مفيش تقسيمات هنا، بس في حاجة لازم أقولها، أنا هشتغله معاكم عادي، بس فكرة الدرس ليه هو في شبه تقسيم من الجنب نتيجة إنه معمول بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. الباترون الإيطالي لما بنيجي نرسمه بيبقى فيه خط بيبتدي من حردة الجيرو من تحت كده، ده بيترسم مع الباترون، ومن الخط ده هو اللي بنعمل تفتيحات الباترون، بنقيس بنفتح منين. أنا مش المفروض أبعد عن حردة الجيرو لما تخلص، يعني بصوا لما بعدت عنها كده أنا ممكن أفتح الدرس ده من عند الكتف في طريقة دي، بس دي طريقة عمل الأوفر سايز. أنا مش بعمل حاجة أوفر سايز، بالعكس أنا قلت لكم أن الباترون واخد شوية كيرف من الجنب علشان يطلع زي ما انتوا شايفينه في الصورة كده. عشان كده الخط ده اللي أنا حطيت لكم عليه لون غامق مش هعديه من حردة الجيرو لغاية الخط ده، هفتح بعد كده أبقى بفتح من خط الكتف، ومش هو ده اللي أنا عاوزاه في الدرس ده. فأنا اخترت الخط ده أفتح من عنده وأفتح زي ما أنا عايزة، والفلونات هنا برضو كبيرة فأفتح القياس اللي أنا شايفاه مناسب. طبعا أنا هوسع الفلونة معاكم عشان نشوفوا احنا ممكن نوصل لإيه. وخلوا بالكم برضو من لما هتيجوا تنفذوا حاجة زي كده، عرض القماش اللي بتستخدموه لازم تحطوه في الحسبان. بعد ما ترسموا الباترون ممكن تلاقوا ان القماش مش عريض كفاية ان انتوا تفتحوا فلونة كبيرة، فدي من الحاجات المفروض تاخدوا بالكم منها، بس يعني مش حاجة يعني صعبة تتلاحظ يعني. بس هو الدرس ده هي دي فكرته، يعني ما فيش اكتر من كده. كل الموضوع ان احنا ناخد بالنا احنا بنفتح منين، واكيد بعد كده طبعا هنظبط حردة الجيرو مرة تانية، محتاجة يتعمل لها كيرف محترم ونظيف، واذا هيتعملكم برضو ناخد بالنا من الموضوع ده. بس هي فكرة تفتيح الفلونة سهلة. أنا عموما شرحتها من ضمن ازاي نعمل هدوم اوفر سايز في فيديو، اللي عاوز يشوف ازاي يقدر يعمل هدوم اوفر سايز نفس الوقت مش متبهدلة شكلها مظبوط عليه، الفيديو ده هيبقى مفيد قوي. وهو ده الباترون النهائي.